السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد. واش راكم حبيباتي وخياتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طمنوني عليكم في التعليقات. اليوم جيتكم بترند نتاع كباب التركي، اسمه الدونر أظن. حبيباتي، بصح هو يجي باللحم وانا درتو بالدجاج. المهم قلت ما خليهاش في قلبي ونجربها، وحبيت نشارك معاكم الوصفة حبيباتي. هو جا بنين الصح، بنتو تهبل. وشني انا نقصتو بعض الحويجات، مثلا كي ندير ساندويتش نورمالمون ندير معاه شلاضه، ندير معاه فرماج، ندير. وانا خيتكم درت ساندويتش حاف. المهم جربته ما خليتهاش في قلبي وخلاص. ان شاء الله انتم ثاني تجربوه ونقول لكم بنتو صح، بنتو تهبل. يستاهل هذاك الترند والضجه اللي راه دايرها. بنين صح بنين. المهم حبيباتي نخليكم على الوصفة كيفاش يعني درتو باش تحصلت على هذا الكباب التركي. حبيبات قلبي ما تروحوش بعيد. حبيبتي، حكمت بو تاع ياغورت ناتور. واش درت له؟ درت صفايه ودرت له قطعه تاع قماش، وإلا ما عندكش قطعه تاع قماش عفوا ديري الكومبريس. هيا باه نصفوه من هذاك الماء اللي فيه. شوفوا طريقه حبيباتي، راني نقول لكم انا واش شفت، راني نقول لكم يعني ناقله الوصفه. المهم حبيبتي، درت هذاك البوتال ياغورت وخليته يقطر على جنب. صح هبط منه ما هبطنا. وقالوا لي بهذه الطريقه تقدروا ديروا اللبنه السوريه من الياغورت ناتور. كي تصفوه تتحصلوا على هذيك الجبن الناشف ولا يعني، وتضيفوا لها هذيك التوابل. يعني كاين اللي يضيف لها زعتر، كاين اللي يضيف لها هذوك المنسمات، وديروها كرات وتحطوهم في زيت زيتون وتتحصلوا على اللبنه السوريه. المهم حبيباتي، جبت صدر تاع الدجاج طحنته كيما راكم تشوفوا. خيتي طحنت داك الصدر تاع الدجاج، وجبت هذيك اللي اورت ناتور اللي صفيته من الماء. جاتني واحد زوج مغارف كبار هكذاك، ولا مغرفه ونص تقدري تقولي. وهنا راني نوري لكم في الماء اللي، شوفوا الماء اللي كطر منه هذاك لي اورت. ودرت له سمينه ثوم كبيره، وحوالي ملعقتين كبار بصله مطحونه في الرقيق، يعني بماها ما صفيتهاش هذيك البصله. والتوابل يا خيتي وانتي واش عندك، معناتها ما نتقيديش التوابل معينه. كيما هنا عندي شويه فلفل كحل، كركم، زنجبيل وملح وتوابل الدجاج، ودرت قاش شويه ما كثرتش. اللي حابين زيدوا نتوما. وهنايا شفتوا هذيك كرات الشحم اللي ذوبتها معاكم وتبلتها والوصفه في القناه. خيتي هذيك هي ذوبتها. انا ما حبيتش ندير الزيت، والشحمه صح عطاتني بنه زينه. والا ما عندكش خيتي ديري قاز زويته، معليش ما كاش مشكل. والقرصه تاع الملح كيما يقولوا ناس بكري، البنه للملح والشيعه للقمح. وبديت هذيك الدجاج هايليك نخلط فيها حتى كلش يدخل في بعض ويتنسم هذاك الدجاج. الوصفة هذه حبيباتي قال لك لازم ديري ورق الزبدة باش تجيك هذاك الكباب مورق. فما تصلحش بالورق تاع الالومنيوم، لازم ورق الزبدة حبيباتي. قطع 3 ورقات كبار كما راكم تشوفوا.
وحطيت ورق الطبخ، وحطيت شويه من الدجاج، وفتحته بالحلال. حاولوا ما ترقوش الطبقه باه ما تجيكمش يابسه حبيباتي. بعد ما فتحتها وسويتها في الجوانب بديت ندور فيها بهالطريقه. ترولوها على بالي حبيباتي كاع يعرفوا ما شاء الله عليهم. وحطيتها في البلان الاسطوري، هذاك المول الاسطوري تاع 10,000. حبيبتي ها وينه كيما راكم تشوفوا. رفد لي زوج، كملت البقيه. هذا واش بقالي اصلا، جاتني زوج يعني كيما راكم تشوفوا. فتحتها بنفس الطريقه تاع الاولى وحطيتها مع خيتها في المول الاسطوري. هنا درت شويه الومنيوم لتحت خاطش هذا المول كيما تعرفوا يتسرب، ومع ذلك ثاني تسرب لي بصح طابت. نقصت عليها النار ودرت مطلوعات صغار بطبوطات باش نحشي بهم هذاك الكباب التركي. درك نوريكم حبيباتي كيفاه جا مزيان وفارغ في الوسط ويهبل كيما المطلوع اللي نديروه كامل. تعرفوا حبيباتي الوصفه، ولا ما كنتش عارفينها نعطيها لكم ما كاش مشكل، قولوا لي في التعليقات نجاوبكم باذن الله. وهنا المطلوعات بعد ما طابوا شوفوا. وهنايا طابوا لي هذوك الكباب ريحتهم قلبت الكوزينه صحيح. تهبل كيما الشاورما. شفتوا الشاورما اصلا انا درت فيها توابل الشاورما، يعني طلقت واحد الريحه تهبل تبان كاع يعني شغل ستيكه تاع دجاج قطعه واحده. المهم حبيباتي تحبوا نتوما تزيدوا توابل هذه الاختيار لكم. وحشيت بهم هاد المطلوعات كما راكم تشوفوا حبيباتي. كان من افضل نرافقها كما قلت لكم في البدايه، ندير لها شويه شلاضه شويه فرماج شويه كما عارفين هذوك المقليشات تاع ساندويتش. الصراحه ما كانوش متوفرين عندي، اما لا درتو غير بالمطلوع وال الكباب التركي تاع القلاليل بالدجاج هذا هو. والله غير بنين، غير جربوه البنات يهبل. واللي عندها الله يبارك دير باللحم كيما الوصفه الاصليه. احنا رانا نسقدو درنا بالدجاج وجات مزيانها تهبل. حبيباتي ما تنسوناش من الدعم، لايك واشتراك وبارطاجوا الوصفه مع الحباب، وخلوا لي تعليق زين كيما نتوما. ربي يجبر بخاطركم ان شاء الله. المهم حبيباتي نقول لكم مع السلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعه الخير.